السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير جميعا. الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه ده كان نفسي اتكلم فيه من فترة، بس للاسف كنت مضغوط شويتين كده فالوقت ما اسعفنيش. بس ان الاوان بقى الواحد يتكلم فيه، خاصة مع الاحداث اللي بتحصل دلوقتي. وهخاطب هخاطب المتسبب او اللي وصلنا لحاجة زي كده، وفي نفس الوقت هخاطب برضو الجهات المسؤولة عننا او مسؤولة عن الحفاظ علينا. بس اول حاجة هو موضوع اللي بيحصل دلوقتي بخصوص الاكزوست والباك فاير، ومش عارف بقى ايه تاني، ليه اسماء كتيره، واللي مش عارف اعمل فايل ايه ولا تاول ايه عشان يعمل لي فايل كراكز ومش عارف ايه وحاجات كده. وللاسف ده حاجه مؤذيه جدا 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 جدا، وانا واحد من الناس بتضرر منها. لما بكون ماشي على طريق الاقي واحد جاي من معدي من جنب او كام بام بام او اي حاجه من الحاجات دي، انا بتخض. فتقريبا لو حد عادي، وانا المفروض واخد بقى على الاصوات دي والسباقات وبحب الكلام ده، وحضرت كمان سباقات فورمولا بره وبيسلمونا سدادات وقد ايه الصوت جميل، وبس في مكانه يعني. لكن في الشارع او في وسط العربيات العاديه كده الموضوع بيبقى مفزع قوي. يعني انا لما حد بيعدي مني كده انا نفسي والله بتفزع، ولو مش ماسك الدركسيون كويس او مش مركز يعني افتكر الموضوع ممكن يبقى فيه خسائر. وتقريبا برضو لو حد مش واخد بقى على الاصوات دي خالص، يعني انا كده والمفروض واخد على الاصوات دي، لو حد بقى مش واخد على الاصوات دي افتكر اللي هيبقى فيه كارثه، هيحدف على حد جنبه، هيحصل مش عارف ايه ايه. ف مشكله كبيره يعني، بتسبب ازعاج كبير قوي. وكمان عند المناطق السكنيه برضو، واحد الله يسامحه الساعه 3 و4 الفجر كده ما بيحللوش الا يجي تك 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 تك. فاللي هو يعني انت بتفزعني وبتفزع، ممكن لو عيل صغير ما صدقوا نيموه او تعبان يتفزع، ولو راجل كبير في السن نفس الكلام، ولو حد قاعد بيعمل اي حاجه او نايم هيصحى مفزوع. يعني انا بستغرب، وكنت ده اللي انا نفسي اتكلم فيه، اللي هو انتوا ازاي كده؟ يعني ازاي ما بتخافش من دعوه تلبس يعني، وانت بتعمل كده بهدف لا شيء يعني. يعني مش عارف ايه، حب الظهور مثلا، ايه اللي في دماغك بيدور؟ بس انت في الشارع وفي وسط منطقه سكنيه، يعني مش في ايفنت مثلا فانت هتعمل كده فالناس هتقول اه ده جامد ده مش عارف ايه. بس يعني هو الناس طبعا يعني الموضوع لما بيتعمل في منطقه سكنيه بيبقى مؤذي، والواحد بيخاف من الدعوه قوي حاجه زي كده يعني، واللي هو يروع حد. وربنا في نص، يعني انا مش متذكره بس في نص كده اللي هو اللي بيروع حد دي بيبقى حسابه كبير قوي، والواحد ياخد دعوه زي كده برضو موضوع كبير قوي. وده قد ايه موضوع مؤذي، ان كان هو ولا ان كان ساوند سيستم برضو نفس الكلام. تلاقي عربيه معديه من تحت البيت الازاز عمال تك 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 تك. طب يعني انت حر واصرف زي ما انت عايز واستمتع واعمل امكانيات واعمل اللي انت عايزه، بس ما تضرش غيرك. يعني حدودك لغايه ما خلاص هاثر على حريه غيري، يبقى كده حدودي بتقف. لكن الدنيا سداح مداح، وللاسف اغلب اللي بيعمل كده سن صغير مع مش مستوعب، وفي الاخر وصل للكارثه اللي احنا عايشينها دلوقتي، اللي الكل متضرر منها. اللي اي حد معاه عربيه معدله، اي حد مجهز عربيته لعربيات سباق زي حالاتنا كده، اي حد عربيته سوبر كار حتى، او عربيه رياضيه اوريدي نازله مثلا في ايه 8 سلندر ولا مش عارف طالع كام شكمان عشان خاطر هي نازله اوريجينال كده، كل ده دلوقتي بيتضرر، وماركات وفوق وتحت وكل حاجه. فكل ده بسبب التصرف ده، وبسبب الموضوع زاد قوي. وموضوع يعني بيتعمل عند المناطق السكنيه، لا وكمان عند تلاقي مثلا عربيه شرطه او جنب جهات حكوميه، وتلاقيه برضو معدي تك 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 تك. طب انت بتستفز مين يعني؟ انت بتستفز مين على حساب مين؟ وفي الاخر يعني خليت المجال كله يشيل او يحاسب على مشاريع مش بتاعته. فحرام يعني، مش منطق خالص ان احنا نتعامل كده، ولا بالظروف دي ولا يعني ما استفدتش اي حاجه. وكمان بقى العربيات بقت في دلوقتي العربيات بتتحبس، قصه كبيره قوي كده، وصاحبها بيتحبس، وبهدله للعربيه وبهدله للشخص وبهدله لاهله. ايا كان بقى هو بيزعج الناس او ما بيزعجش الناس، كله بيتاخد في الرجلين، او بيستخدم ده يعني مثلا في شكل ايفنتات، او بيستخدمه في التراكات زي حالاتنا او كده. كل ده بيتاخد في الرجلين، وكله مخبي عرباته، وكل خايف وعامل جو صعب قوي. لا واكتشف ان في ناس كمان بت بتستفز تاني يعني، منزله فيديوهات وانا مش عارف ايه وانا اللي ايه. انت بتتحدى مين يعني؟ يعني دماغك جايباك اللي انت بتتحدى مين يعني؟ واحنا صغيرين كده يقول لك عيله النسر دي عيله كبيره يعني محدش بيتحداهم.
بالاضافه ان ما حدش بيتحدى الدوله، يعني ما بيتحداش القانون، يعني ما تتحدى مين يعني؟ ولما تعمل كده طب ما انت بتسخف على نفسك وبتسخف علينا وبتنقل صوره مش حقيقيه عننا، ان احنا بتوع ازعاج وان احنا بنقل ادبنا. انا شايف ان دي قله ادب، وده طبعا جزء مننا، مش كلنا، بس الجزء ده بسبب تصرفاته دي عمت على الكل. فالموضوع فعلا بايخ وموضوع اوفر، والواحد مش راضي عنه. بس مش هي دي رياضه السيارات. ده جزء بيأثر على رياضه السيارات، بس مش هم دول يعني رياضه السيارات بيشمل تحتها حاجات كتيره قوي، من ضمنها سباق بقى السبيد والدريفت والعربيات بتاعتهم وتجهيزاتهم وقد ايه بنشوفهم في التراك. وعربياتنا كلها ما بتمشيش في الشارع، بتحمل على كساحه وبتحمل على ونش، تروح التراك وترجع تاني. ولو في تحركات في محافظات او بيبقى في جواب طالع من نادي السيارات بيسهل علينا التعامل. طبعا بنشكرهم على ده، وبنتمنى ان شاء الله في الايام اللي جايه دي يبقى في حاجات تانية تساعدنا اكتر، لان الظروف طبعا شايفينها عامله ازاي. ف وجهات برضو من وزاره الشباب والرياضه نفس الكلام بتساعد في حاجات زي كده. وفي برضو عربيات ستاندز، وفي ايفنتات الاكزوست كار والسوبر كار والحاجات الجميله دي. وكل ده بيبقى بشكل مقنن وبشكل منظم وسيفتي اولا طبعا، عشان نحافظ على نفسينا ونحافظ على المجتمع وما ناثرش على اي حد. ف يعني كل ده انت دمرته، والستانس زي ما انا قلت، كل ده انت دمرته، او كل ده التصرفات اللي حصلت دي دمرت ده. فاحنا مش ذنبنا حاجه، ومش هي دي رياضه السيارات. والاشخاص اللي بيعملوا كده لا يمثلوا رياضه السيارات ولا يمثلوا اي حد في اي حاجه. يعني بقى ما فيش دماغ ولا تفكير، طول الواحد يمشي يأذي في الناس او يمشي يفزع في الناس او يروع في الناس ويتحدى النظام ويتحدى القانون يعني انت بتعمل ايه يعني؟ فالناس دي لا تمثلنا. وزي ما بقول كده هم طبعا لا يمثلونا. وبرضه في نفس الكلام فئه الموتوسيكلات. وتلاقي موتوسيكل، مع احترامي طبعا للموتوسيكلات والبايكات، وفي حاجات بتنزل سبور وحاجات رياضيه وتمام هي دي صوتها كده، بس في حاجات تانية غريبه يعني. مع احترامي يعني موتوسيكل اكل عيش وصيني، ومش بقلل من حاجه زي كده طبعا، ربنا يكرم الناس كلها، بس انت خارج تاكل عيش، فايه الحكمه انت تبقى شايل العلبه بتاعت الشكمان خالص وماشي باو باو فو فو؟ يعني برضو حرام. يعني هم برضو نفس الكلام، هم اللي سخفوا وهم اللي وصلوا يعني ايه، كلنا نحاسب على حاجه زي كده، او كلنا نتشاف بصوره مش اللي احنا نستاهله. بس الحاجه التانيه او الرساله التانيه اللي عايز اوجهها للمسؤولين. اولا عايزين نشكرهم، لان ما شاء الله في الفتره الاخيره هم ساعدوا كتير قوي واحتضنوا رياضه السيارات وابتدت الثقافه تتنقل. وده ظهر في ايفنتات كتيره قوي، ايفنتات بتتعمل في الساحل وفي العالمين والعالم عالمين، وايفنتات اكتوبر تيون وقد ايه رود شو مش عارف بيمشي من محافظه لمحافظه وبتنسيق مع الجهات كلها، ووزاره الشباب والرياضه والنادي ووزاره الداخليه ووزارات مختلفه، ووزاره السياحه طبعا لانها حاجه كويسه بتنقل حاجه كويسه للسياحه وساعدنا في ده في العالمين على كذا سنه حضرتهم انا، وكان فيهم تفاصيل حلوه. واخر حاجه اتعملت كانت جميله برضو، كابتن يحيى رشدان اللي كان عاملها. هم السباق او الايفنت اللي اتعمل في شرم الشيخ، حاجه بقى واو، وعربيات ما شاء الله سوبر كار فارهه جميله جدا جدا وبتخطف القلب. واتعمل حاجه والجهات برضو ساعدت فيها، وابتدينا نقرب. يعني ابتدى يتفتح باب ما كناش نحلم بيه، اللي يبقى فيه سباق في الشارع. وده حصل في العالم عالمين مع BCR، وده حصل برضو في شرم الشيخ والرود شو مش عارف من محافظه ايه لمحافظه ايه، كذا جروب وكذا ايفنت. يعني حاجات ما كناش نحلم بيها، وما كناش نحلم الشرطه هي اللي تأمننا، والشرطه تتحرك تحت رعايتها او تحت تحركاتها، والوزارات الشباب والرياضه ووزاره السياحه وكل ده ما شاء الله يبقى معانا. فيعني الفتره اللي فاتت عمل مجهود كبير قوي. التصرفات اللي حصلت دي هدت كل ده. فحرام حرام، لازم نشوف الصوره. يعني ما صدقنا ناخد خطوات كتير قوي كان بقالنا سنين بنحلم بيها فاتحققت، بعد كده نيجي ندمرها، او يجي جزء بسبب تصرفات عشوائيه او هوائيه او ملهاش اي داعي من اي حاجه ولا استفاده للشخص نفسه ولا لينا ولا لاي حد، ونوصل لحاجه زي كده. ف يعني حرام. الرساله اللي عايز اوجهها للجهات دي، انتوا شفتوا جزء مننا وشفتوا الحاجات دي واوريدي دعمتونا فيها، وشفتوا قد ايه احنا بنحب عربياتنا واحنا بنقعد نتكلم معاها. والله يعني انا واحد من الناس بقعد اتكلم مع عربيتي واسمها يقين ومسمي يقين ومسمي غنى وتفاصيل واحنا بنعشق عربياتنا فعلا وروحنا فيها، ومش حته حديده خالص، ده هي بالنسبه لنا يعني
انا واحد من الناس اهم من عيالي، ما عنديش عيال وانا متجوز، بس دي اهم من عيالي. و... وفعلا العربيه جزء مننا، والهوايه كلها جزء مننا. يعني انا مثلا سباقات ومركز في السباقات ودي هوايتي ومندمج فيها والحمد لله. حققت فيها بال برضه، وعملنا فريق لاكتشاف المواهب، وساعدت جيل ان شاء الله يبقى اثبت نفسه في السباقات وحقق مراكز وتفاصيل حلوه. فبحب ده، ودي هوايتي وبصرف عليها ومجهود وتفاصيل كتيره قوي. فلما نيجي نتحرم منها صعب. لما يجي حد برضه معدل عربيته كستانسه او كمش عارف ايه، الناس دي بتصرف اكتر من ثمن العربيه 5 و6 مرات، وده انا شفته بعيني وسمعته وشفت التفاصيل. اللي بيجيب عربيه من بره مصر عشان تبقى عربيه رياضيه اوريجينال وفيها تعديلات مش عارف ايه، هي نازله اوريجينال كده وفيها مش عارف موتور كبير، فطبيعي يبقى في شكمانات، او عربيات سوبر كار او. فكل دي عربيات وتفاصيل بملايين وبحاجات كتيره قوي، عشان الناس بتحب ده، الشباب بيحبوا ده. واحنا الشباب عندنا مقسومين لحاجتين: يا كوره يا عربيات. ف... ففي جزء كبير قوي مضرور من اللي بيحصل ده، ومش راضي طبعا عن التصرفات اللي حصلت اللي ادت لده، وضدها تماما، وعايزين نمشي قانوني، وعايزين الموضوع يمشي في اطار قانوني. بس مش هينفع ان احنا نكتب او نقفل او يعني زي ما بيقولوا اقفل الحنفيه او اقطع رقبه مسيح دم وحاجات كده. يعني الموضوع صعب قوي بالنسبه لنا، ولانها هوايه ودي طاقه شباب. يعني طاقه الشباب دايما يقول لك ايه، لازم توجهها في حاجه. لما هتوجهها في حاجه هتستفيد منها. وفعلا انتوا لما ساعدتونا اوريدي عملنا حاجات تخص السياحه وتنقل صوره للبلد حلوه. والسباقات اللي كانت بتتعمل في العالمين دي، انا كان في ناس صحابي بيكلموني من بره مصر مش مصدقين اللي بقى فيه سباقات في الشارع، ومش مصدقين اللي في سباقات مؤمنه بالشكل ده وبالجمال ده في العالمين، وفي متسابقين جم من بره مصر يشاركوا فيها، وتفاصيل كتيره قوي. فكل دي استفاده، وكل دي حاجه كويسه، وطاقه الشباب اهم حاجه بنوجهها، وتبقى تحت المظله اللي انتوا هتحطوها لنا او القوانين او وهنمشي فيه. لان احنا بنحترم ده، وانتوا جربتونا كذا مره او جربتوا الشكل بتاع رياضه السيارات. فيا ريت تساعدونا على ده، ويا ريت اللي بيحصل ده. انا عندي اقتراحين. اول اقتراح، اللي يتمسك بشكمان او بحاجه مؤذيه او اصوات مزعجه او ايا كان المسمى، يتعمل له مخالفه، والمخالفه دي تبقى بتصالح، وتبقى مثلا ب 100 جنيه ب 500 جنيه ايا كان، بس عشان العربيه بياناتها تنزل على السيستم في المرور، بحيث اللي هو لو وتوقف تاني بنفس المشكله دي، ساعتها بقى المخالفه يعني ايه، اول مره دي اللي هي بننبهك، تاني مره تبقى قرصه ودن تقيله بقى، بس تبقى المخالفه ب 10000 جنيه، تبقى زي ما يكون الرقم. وخلاص انت بقى عايز تكمل في اللي انت فيه ادفع. بس اتمسكت تالت، المخالفه بقى تبقى اضعاف اضعاف، تبقى 50000، تبقى ايا كان الرقم من حقكم. وده هيوفر حاجات كتيره قوي، وهيعلم الناس ازاي تلتزم، وهيخلي الناس تخاف وتعمل حساب القانون. وفي نفس الوقت هيبقى فيه دخل بيخش للدوله صح، وبارقام. يعني اظن ده افضل من القواضي والمخالفات ومش عارف ايه وايه، والبهدله بتاعت العربيه، وحاجات بتتكسر وحاجات مش عارف ايه، والشخص نفسه بيتبهدل ويتحبس واهله يجروا وراه. كل ده هنوفره في المخالفه اللي انا بقول عليها. اول حاجه تبقى مخالفه تصالح بحاجه رمزيه بس عشان الاسم ينزل على السيستم او العربيه تنزل على السيستم. تاني مره تبقى قرصه ودن ناشفه شويه، المخالفه اقل حاجه 10000 جنيه بقى فيما فوق. تالت مره من 50 بقى وانت طالع. فده افتكر اللي هو حل، ويا ريت يعني الموضوع يعني يبقى بالشكل ده عشان خاطر نلحق. يعني اللي حصل حصل خلاص، بس اللي جاي ممكن نلحقه بالشكل ده وهيوفر كتير قوي. الحاجه التانيه اللي محتاجين بقى ان الاوان اللي يبقى فيه رخص، رخص للسيارات الرياضيه، رخص للسيارات المعدله، وطبعا برسوم، والرسوم بقى على حسب كل حاجه انت عامل ايه هتصرف ايه. خلاص انت معدل وعايز تعمل رخصه، اوكي، زي ما بيتعمل اوريدي في اي دوله او بيتعمل حوالينا او كده. وده شفناه يعني وناجح مع الكلام. والشكمان حتى بيتقاس بجهاز كده يعرف الستوك مثلا بيبقى حوالي 70 او 80 أو في الحدود دي، لو ازيد بيوصل مثلا مش عارف كام 100 او مش عارف كام، لكن 110 مش هينفع يزيد مش عارف عن كام عشان ما يبقاش ايه، قصص كده يعني. ففي حاجات فنيه كتيره قوي نقدر ندخلها، لان احنا الحمد لله متطورين، والجهات الحكوميه بتاعتنا متطوره، والمرور ما شاء الله متطور جدا. فنقدر نعمل ده ونعمله بشكل مقنن، وهنستفيد منه، وهيبقى في دخل ليه، ويبقى خلاص ده معروف ده ايه، والعربيه بتستخدم فين وازاي، ويبقى معمول لها تفاصيلها، ان كان بقى تستخدم ازاي، او يتمشي بيها ازاي، او ما تتمشيش، او على كساحه، يعني ايا كان التفاصيل. بس يبقى الموضوع مقنن بدل اللي احنا فيه ده. بس والموضوع يتعمل بفحص فني، ويتعمل باجراءات الامن والسلامه طبعا، كل حاجه. معلش طولت عليكم، بس الموضوع مهم
وكبير، وكان لازم الواحد يتكلم فيه. يا رب يا رب صوتي يوصل. نفسي جدا يعني حالنا يتغير من حال لأحسن حال، والوقت اللي احنا فيه ده يطلع منه حاجة كويسة. اتعلمنا بعد كده نحترم القانون، وتعلمنا ازاي نحافظ على نفسينا، وتعلمنا ان اي تصرف غلط بنشوفه من حد لازم ننبهه ونوقفه عنه، عشان خاطر هو بيضرنا في الاخر اهو. بس يعني ربنا يصلح حال الناس كلها، وان شاء الله الجهات الحكوميه تساعدنا وتساعد اللي هوايتنا ما تموتش، لان هي الهوايه دي كبيره قوي وطاقه كبيره قوي، ولو الطاقه دي ما استفادش بيها الشباب ده يعني هيبوظ، يعني هيبوظ حرفيا، هيتجه بقى لاي حاجه بوظان، لان يعني دي حاجه روحه فيها، وفجاه تاخدها منه بالشكل ده، فمش حاجه كويسه خالص. بس ربنا يكتب لنا الخير ويحفظنا جميعا. اشوفكم على خير، السلام عليكم.